السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهارده فيديو مختلف خالص. انا حبيت اوريكم كده شويه تجديدات كنا بنعملهم في الشقه. شقتي كان فيها رطوبه كده زي ما انتم شايفين كده في الحيطان، وكانت في السقف. عملت شويه تنظيف كده في السقف وجددته من فوق، وعملت فيه جبس كده من فوق، جبس بسيط. بقت عامله كانها ورشه بالظبط. وهغير لون الحيطان دي، شايفين لون الحيطان عامله ازاي؟ هغيرها وهخليها افتح بحيث انها تديني مساحه، لان هي اصلا مساحتها صغيره جدا، 60 متر. شايفين السقف عامل ازاي اهو. ولون الاوض واحده موف واحده بامبي، هنشوفهم مع بعض هيبقى الوانهم ايه. ودي كلها مليانه رمل واسمنت. وادي الطبق الجبس اللي احنا عملناه، كورنيشه كده في الجنب خفيفه، مش شغل كتير ولا حاجه، بس ايه يدينا كده منظر وشويه نظافه كده فيها، بحيث ان الرطوبه دي تخف منها اهو. كانت متبهدله جامد جامد يعني، فقلت اوضف فيها شويه كده. هنشوفها مع بعض بقت عامله ازاي. ادي بقى بعد ما الخشب والورشه اللي كانت فيها اتشالت، واديناها وش كده عزل الرطوبه اهو. ده بيحافظ على الرطوبه، لان الرطوبه هنا عاليه جدا في المدن الساحليه، حتى لو الشقه لسه مبنيه جديد بترطب. وادي الصاله اهي، دي الصاله، هي صاله قد الاوضه بس شايفه. دي الحيطه اللي كانت مخططه، والسقف اخد وش، والنظافه اهو اخد شغل جامد مننا والله. وادي الاوض، دي الاوضه اللي كان لونها موف، اخدت برضو وش كده عازل ونظافه فيها. وادي الاوضه اللي كان لونها بامبي، شايفين الرطوبه عامله ازاي في الحيطان. الدهانات والحاجات دي اسعارها غليت جدا. كل ما كنا نروح نشتري دهان من حد يقول لا انا مش هبيع، الاسعار هترفع، الاسعار هترفع. طب ادينا بس يمشينا، يقول لك لا. ده المطبخ اهو، كان كله زيت، غسلته بالبطاس ما عادش فيه ولا نقطه زيت. وادي باب الشقه، وادي الالوان بتاعه الصاله. ده لون اسمه فانيلا لاتيه، لون فاتح كده، حبيت ان انا افتحها اغير اللون بتاعها. وادي السقف اهو، لون هادي كده ومش مطرقع او ولا حاجه. البلاط وحش، انا عارفه هتقول البلاط وحش، كنت بلطيها. لا، الاسعار عدت. وبعدين ده هيتغطى كله بالسجاد ان شاء الله يعني. اهم حاجه الحيطان، لا يدخل لك هيبص على الحيطان ولا هيبص في البلاط، كله بيتدرب وبيطلع في الغسيل زي اللي بيقولوا. شايفين بقى دي الجرادل والعلب بتاع البويات، عايزه بقى شغل جامد جامد. ده الحمام اللي على الشمال، وده الاوضه اللي كان لونها بامبي بقى لونها رصاصي فاتح اهو. مع ان الشقه دي فما شاء الله فيها شمس وهوا، مش عارفه الرطوبه دي بتجيلها ازاي، بس عامه كل المدينه كده يعني، كل المدن الساحليه كده. بس عليها اطلاله في البلكونه بتاع الصاله ما شاء الله حلوه جدا. ده الشارع اهو، البلكونه بتاع الصاله. ودي مدرسه الاولاد اهي، هبقى اوريها لكم من الجهه التانية هتكون اوضح من هنا. المدرسه قدام الشقه. هوريها لكم بقى بعد ما لميت كل الحاجات اللي فيها. خفت شويه الى حد ما،
والبلاط حطيت عليه شوية ميه كده عشان الاسمنت اللي لازق فيه يفك. هي فعلا صغيرة بس كويسة الى حد ما، الحمد لله رضا. غير انه مش لاقي، ناس قاعدة في الشوارع ومش لاقي مكان تقعد فيه. 60 متر 60 متر مالها يعني، الحمد لله. ودي البلكونة التانية اللي في الأوضة اللي كانت موف اهو، كويسة فعلا يعني، نضفت شوية الحمد لله عن الأول كتير كتير، كانت متبهدلة جامد. ودي الأوضة اللي كانت بامبا اهي. هي يعني حاجات مش احسن حاجة ولا الصيحات العالية اللي الناس بتعملها، بس شوية نظافة بيغيروا فعلا من المكان، شوية دهانات خفيفة كده بتغير من المكان وتظبطه وتخليه حلو. ادي المدرسة اهي من الاتجاه التاني، يعني الاولاد ينزلوا من البيت من الشقة يدخلوا المدرسة على طول. ده فيديو بسيط كده حبيت اشاركه معاكم، يا رب يكون خفيف كده على قلوبكم. بحبكم في الله، مع السلامة.